اختلاف لغة الحب بينك وبين شريك حياتك ممكن يكون سبب في انهيار العلاقة من غير ما تاخد بالك. النهاردة هنتكلم عن السبب الثالث في سلسلة ليه العلاقات بتوجع، وهو اختلاف لغة الحب. كل واحد فينا بيعبر عن الحب بطريقة مختلفة، ولو اللي قدامك مش فاهم اللغة دي بيحس انه مش محبوب. تعال الأول نشوف ايه هي لغات الحب الخمسة. أول لغة الكلام التشجيعي، زي أنا بحبك، أنت وحشتني، أنت أغلى حد في حياتي. الكلام ده بالنسبة له بيغذي قلبه، ولو غاب بيحس انه مش محبوب. اللغة التانية الكواليتي تايم، يعني لما بتقعد معاه لازم تكون مركز معاه بكل حواسك، سمعه، باصص في عينه، مش فاتح التلفزيون ولا ماسك الموبايل. اللحظات الصغيرة دي بالنسبة له بتساوي حب كبير. اللغة الثالثة الهدايا، مش لازم تكون حاجة غالية، بس مجرد ان انت افتكرته وجبت له حاجة بسيطة، ده بالنسبة له بيوصل له رسالة انا بحبك، انا مهتم بيك. اللغة الرابعة اعمال الخدمة او النوع العملي، بيعبر عن حبه بالفعل، يعني بيساعدك، بيشيل حمل عنك، بيخفف ضغط. دي طريقة اللي هو بيعبر بيها عن الحب. اللغة الخامسة اللمسات الجسدية، زي الحضن، التلامس، العلاقة الحميمة. ده بالنسبة له وسيلة للتعبير عن الحب والاحتواء. المشكلة بقى لما تكون الزوجة لغتها الكلام الحلو والزوج لغته اللمسات الجسدية. كل واحد منهم مش حاسس ان التاني بيحبه، رغم ان هما فعلا بيحبوا بعض بس بلغات مختلفة. الخلاصة مش كفاية ان انت تحب شريك حياتك، انت لازم تحبه باللغة اللي هو بيفهمها. جرب تسألها او تسأليه ايه اكتر حاجة بتحس منها بالحب. الاجابة على السؤال دوت ممكن تنقذ علاقتكم قبل ما تتكسر.